تعال اقول لكم على سر كبير فرق معايا ومع اولادي ومع زوجتي، فرق معايا في حياتي شويه وايه هداني كتير. الا وهو ايه؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يعني ايه؟ يعني يا عائشه ان الله رفيق، يعني ربنا رفيق، يحب الرفق، يحب الناس اللي هي رفيقه اللينه البشوشه الهاديه، ويعطي على الرفق من الحسنات والثواب والإحسان ما لا يعطي على ما سواه. يعني بيدي على الرفق اللي بيدوش على حاجة. طيب مين أولى الناس بالرفق بقى؟ أولادك، أهل بيتك. خلاص، طبعا احنا عايزين نطبق الحديث ده من جوه لبره. فكرة بقى الأب اللي بيخش والناس بترفع له تعظيم سلام وبابا جه بابا جه وكله يسكت واللي بيلعب يقف، دي مش شطارة يا جماعة، هو ده خوف. وفي الآخر بعد ما يكبر يعني طب ما انا كبرت وهو بقتش خاف خلاص بقى، هو كان دافع الخوف اللي بيخلينا نعمل كده دوت. فعايز اقول ان احنا نبقى رفقاء باولادنا. يفرق معاكم قوي يا جماعه في التربيه تبقى رفيق. يعني الامر اللي بتعالجه بالعنف لا، ما تعامله بالرفق. وعلى فكره دي الشطاره وده التحدي الاصعب. ما اي حد هتزعق فيه هيقوم كاشش، خلاص. يعني اي حد غلبان لو زعقت فيه هيكش. اي حد في الشغل اللي بيزعق وبينطر، طب ما الناس بتعمل له حساب، ولكن اللي شطارته في التعامل لا، عشان بس هو يتجنبوا شره. فليه اولادك يسمعوا كلامك او زوجتك تسمع كلامك عشان تتجنب شرك؟ على فكره كلام الامهات والاباء، بس يمكن الاباء اكثر عصبيه شويه. طفلك او طفلك عايزه يشوف منك الرفق. طبعا يعني ربنا يعين الجميع، كلنا بنيجي في فتره بنبقى مش قادرين وبنتنرفز، ماشي جميل. يعني احنا ما احناش يعني ملائكه، ولكن تكون دي فلته مره اتنين تلاته 10. مش الطبيعي انك عصبي، مش الطبيعي انك بتخش تكسر الدنيا يعني كان في يقول لك ايه ده، انا بابني بالنظره، ابني بالنظره الواحده يفهم. خلاص، ما هي دي نظره تهديد. يعني بقول له ها، خلاص هو عارف كان هو هيروح هياخد علقه. طيب ما احنا تعالى نخلي فيها نظره رفق، تعالى نخلي ان احنا نقول ايه، ان احنا خلاص إيه يعني هنسلك طريق الرفق الاول والثاني والثالث والرابع 5 مرات بالرفق، والمره الثانيه وابقى جرب اسلوب تاني. مش بقول لك زعق او اتنرفز، بس جرب اسلوب تاني. وانا بقول لك اهو والله الحياه احلى بكتير مع الرفق. الكلام ده بقوله لنفسي اولا وبقولها لكم، وانا بقوله لكم لان هو فرق معايا جدا وعايز اقول لكم عليه، ان احنا دايما نستخدم الرفق. طب خلاص ده في الحياه الدنيويه، تعال نشوف بقى في الحياه يعني في الاخره بقى. بيقول لك ايه؟ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. يعني انت هتاخد ثواب يمكن اعلى من اي حاجه تانية. تحتسب الرفق ده، تكون على اخرك مش قادر تحتسب هذا الرفق ان ربنا يديك عليه حسنات. يعني انت تبقاش بتصلي كتير ولا يعني ما بتصليش سنن، يعني الصلوات فرض، ما بتصليش سنن، ما بتصومش سنن، يعني مالكش يعني نصيب من القيام والقرآن والذكر، ولكن انت رفيق. تروح يوم القيامة تلاقي عندك حسنات قد كده. ليه ده؟ عشان صفة معينة، عشان صفة معينة انت تحليت بيها. طب عايز تدريب؟ عايز تدريب، خليها على موبايلك، اكتبها في اي حته، مرن نفسك، اعمل لنفسك. يعني لو اتنرفزت او اتعصبت طلع حاجه لله، اعمل. بص شوف كل واحد بقى عايزك كده بعد شهر او 2 أو 3 تلاقي بقى انت، لا الناس تقول عليك لا ده انت اتغيرت، لا ده انت بقيتي اهدى كتير. وانا بقول لك اهو جرب الصفه دي، هتكسب في الدنيا وهتكسب في الاخره وهتدعي لي.